داخل هذا الجامع ما دارت لهم لا عمليه لا والو. يوميا كتكون مراقبه طبيه ويوميا كيكون الوعود ان اليوم وغدا غادا تكون عمليه وما كتكون لا عمليه لا والو. لهذا هاد رجال الامن اللي حاضرين اليوم رجال القوات المساعده وهاد رجال الداخليه بينهم اليوم يرفعوا بحضار كيرفعوا الحقائق يجوا لهذا المستشفى اللي كيموتوا فيه المغاربه يوميا عباد الله اللي كيعانيوا فيه ابناء هذا الوطن يوميا. راه عيب وعار راه اي واحد اي مواطن وتحققوا ليه الشروط ديالو لاسينيسيس ديالو والضمان الاجتماعي ديالو الى اخره راه ما غاديش يجي لهذا المستشفى باش يطلب العلاج ديالو. ما غاديش يجي لهذا المستشفى الموت باش يطلب العلاج ديالو. وبلا ما نهضروا لعدة مرات تلفقوا لي تهم من داخل هذا المستشفى اللي فقط ما نهضروش على السكاني اللي ما خدام 15 يوم وعباد الله اللي كتجي كتبغي دير رانديو سكانير وكيقولوا لهم سيروا للمصحات الخاصة. ما نهضروش على الناس اللي كتعس هنايا وكيقولوا لهم سيروا للمصحات الخاصة. راه بينا ممرضين وبينا اطباء وبينا تجهيزات وكقاموا ابناء هذا الوطن في المستشفيات الموت دعموا المصحات الخاصه بانها ما كاينش راديو. عباد الله سيده جايه من العيون وجايه كتعالج ولدها في جناح ديال الاطفال وبغات دير ليه التحليله وما كايناش هنا. قالوا لها سيري ديريها في مصحه خاصه وما عندهاش. دخلت من المستشفى ومشات حدا الجامع وكتسعى باش تجمع فلوس التحاليل باش تمشي ديروها في مصحه خاصه. لهذا الطلب ديالنا الوحيد ولا خير وبينا كرامه للمواطن بينا ليه كرامه ديالو. واش هذا مستشفى ديال الدوله دعمه الدوله بينكم تبعوا غير التعليمات الملكيه والى اخره. عينا راه الناس كتموت داخل هذا المستشفى راه الناس خانسه. كاين مواطن في الجناح 7 خانسه عباد الله ومواطن داخل جناح 7 وداخل المستشفى وتكيح وخانس الكولوار ديال جناح 7 كله خانس ولا حد ما دافي. هذا كتبين لهم يفرقوا القوات المساعده ورجال التحيه والى اخره. اليوم